فاح العبير إذا ذكرت محمدا، والنور أشرق والظلام تبددا. صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغردا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم حبيباتي الغاليات. نبدأ بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم حبيباتي في قناتي وقناتكم إبداعات وأفكار مع حنان. عدنا والعود أحمد. نعتذر من كامل الأخوات اللي سقسوا عليا وعلى طول الغياب. نعتذر من كل المتتبعات نتاعي اللي طولت عليهم. إن شاء الله نعود لكم بفيديوهات اللي تكون رائعة وتستفادوا منها سواء في كل المجالات، وأي حاجة حبيتوها وحبيتوا تستفادوا منها أو حبيتوا الطريقة نتاعها تقدروا تخلوها لي في التعليقات، هكذا نقدر نفيدكم أكثر وأكثر بالشيء اللي نقدر عليه. وشكرا لحبيباتي وغالياتي اللي دائما يخليوا لي كومنتات ويسقسيوا عليا وعلى أحوالي. غبت لي ظروف وإن شاء الله هالظروف ما تتعادش، وإن شاء الله دائما نكون معكم وما نبعدش عليكم ونطول الغيبة كما المرات اللي فاتوا. وإن شاء الله نعودكم في الأيام القادمة بفيديوهات رائعة اللي راح تستفادوا منها. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم جبت لكم يعني مشروع رائع اللي راهو دارج في هذه الأيام، مشروع براس مال صغير لكن ربح كتير، وإن شاء الله تستفادوا منه في هذا الفيديو. وبمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف جبت لكم هذا الربطات نتاع الحنة اللي تقدروا ديروهم كمشروع وتفرحوا بهم وليداتكم كذلك، علاش لا. اليوم جبت لكم الطريقة بالتفصيل، الطريقة اللي نخدم بها أنا دائما سواء مع زبوناتي ولا مع الأطفال اللي عندي. كما راكم تشوفوا راح نبداو على بركة الله. راح نحتاج باش نخدم هاد الربطات نتاع الحنة يعني اشياء بسيطه اللي غير مكلفه. راح نحتاج هاد ليزيست خاص، انا استعملت هاد النوع، انتم تقدروا تستعملوا اي نوع اخر عندكم. نحتاج لي كوتون ديسك، وكذلك نحتاج هذا النوع من الدانتيل، انا استعملت هذا النوع لانه رخيص واي وحده تقدر تخدم به. كذلك راح نحتاج مجموعه من الحاشيه اللي تكون بالوان مختلفه، يعني تقدروا تستعملوا اي نوع ولا اي لون حبيتوه نتوما. وكذلك نحتاج هذوك الفيونكا ولا لي بابيون اللي يكونوا صغار. وكذلك يعني الحاجة الأساسية اللي راح تكون هذه الأوراق اللي تكون مطبوعة بالاسم مكتوب فيها المولد النبوي الشريف. إذا كانت عروسة كذلك تقدروا تكتبوا يعني حنة عروس وتكتبوا الاسم تاع العروسة، يعني التصميم راح يكون خاص كيما تحبوا. اللي تحب كذلك تصاميم ولا تكون جاهزة تقدر تتواصل معايا في صفحتي على الفيسبوك، يعني إبداعات وأفكار مع حنان، أو صفحتي التابعة للعمل يعني أشكا ديزاين كوليكسيون اللي راح نخليها لكم يعني في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا لها وتشوفوا كذلك الأعمال اللي راح تكون إن شاء الله مقبلة في القناة بإذن الله. هنا راح نوريكم هذوك الأوراق، يعني راح يكونوا واحد 5 سنتيم القطرة نتاعهم، والتصميم يعني يختلف على حساب نتوما واش تحبوا، والالوان كذلك تختلف على حساب التصميم اللي تخيروه نتوما. انا هنا راه عندي يعني اسماء مختلفه، وهادو كذلك كامل استعملتهم لمولد النبوي الشريف، ونوعت كذلك في التصاميم تاعي. من بعد ما نطبعوهم راح نقصوهم ونتحصلوا على هاد الدوائر اللي راكم تشوفوا فيهم. راح نحتاج بيستولي يكون سخون باش نلصق هذا الدانتيل نتاعي. انا هنا راح نبدا نلصق في الورق هذا الدائري اللي راني خدمته. كيما كاين اللي تحب تبدا يعني تلصق الدانتيل نتاعها في الكوتون ديسك ومن بعد تعكس يعني الخدمه نتاعها. انا حبيت نخدم بالطريقه هذه باش تجيني سهله لما يعني نصنع هاد الربطات. هنا راني نشوف على الواجهه نتاع الدانتيل باش نحطوه لبرا ونبدا نلصق بالطريقه هذه هكذا. نلصق الطرف الاول، من بعد لما نجي نعاود نلصق الطرف الثاني لازم نطوي بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا.
لازم نعطيها حقها في الطوية، وراح يلصق يعني لما تطوي راح يلصق عادي، ما راحش يعذبكم. انا وريتكم الطريقه كامل بالتفصيل كيفاش لصقتها وكيفاش تخرج الخدمه نتاعكم متقونه وبالفينيسيون تاعها هكذا كما راكم تلاحظوا. راح نبقى نلصق بالطريقه هذه حتى نكمل هذه الدائره كامل. هنا بعد ما كملنا لصقنا الدونتيل تاعنا كامل في هذاك الورق، راح نلصقو لتحت ونلصقو الفوق باش يدي يعني لا فينيسيون تاعو ما يبداش يبان وين بدينا الخدمه تاعنا. راح نزيد معكم واحده ثانيه باش هكذا تدو الطريقه بتفصيل ونرجع معكم. هنا بعد ما كملت لصقتهم بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا، شوفوا يعني الخدمه جات متقونه متحوفه. هنا راح نستعمل الحاشيه اللي يكون العرض نتاعها 2 سنتيم. انا راح نستعمل في اللون الابيض، راح ندي منها واحد 40 سنتيم هكذاك ونطويها على 2 باش نحدد المنتصف نتاع هاد الحاشيه هكذا كما راكم تلاحظوا. بالطريقه هذه لازم نحدد المنتصف مليح باش يبان وين نحط الربطه نتاعي. راح نجيب الغراء ونحطوه هكذا في المنتصف ونحط هاد الربطه بهذه الطريقه هكذا كما راكم تشوفوا. هنا لازم تحرجوا رواحكم لانه البيستولي راح يكون سخون. وهاد الربطات يعني اي وحده تقدر تصنعهم يعني للحنه تاعها، ما راهيش طريقتهم يعني صعيبه، اي واحد ينجم يصنعهم كيما هكذا. ونجيبو الكوتون ديسك نتاعنا باش نلصقوه كذلك في المنتصف نتاع الربطه هكذا بالطريقه هذه. هكذا هنا راح تكون الربطه نتاعنا جاهزه، لكن انا حبيت نزينها يعني بطريقتي الخاصه. راح ندير لها هاد لي بابيون صغار. اللي حبت الطريقه نتاعهم كيفاش تصنعهم راح تلقى الرابط نتاع الفيديو في صندوق الوصف.
يعني تنجموا تصنعوهم بطريقة سهلة. الان نجيبوا لي زيستخاس نتاعنا باش نكملوا التزيين. راح نقطعوا هكذا مربعات، هكذا. وراح نبدا نلصق فيه. راح ندير وحده في هذا المكان، نلصقها بالبيستولي هكذا، ونزيد وحده مقابلها في الحاشيه هكذا، وراح نزيد في الدونتيل باش يعطونا هذاك اللمعان في الربطه نتاعنا. خاصه الاطفال الصغار يحبوا هكذا حاجه يكون فيها لمعه يفرحوا بها. هكذا بالطريقه هذه. وهاد الحاشيه تاعي ما حبيتش نخليها يعني فارغه في الوسط، حبيت ندير لها الغيره تاع الجليتر بالطريقه هذه. كما تقدروا ديروا يعني استخاص، انا فقط حبيت يعني نبدل شويه باش ندير فيها لمعه يعني خاصه هكذا بالطريقه هذه. وهكذا راح تكون يعني الربطه نتاعي راح تكون واجده بهذا البغيون اللي راح يكون فيها بداك لي زيستخاس وهذاك الجليتر بالطريقه هذه. وبالنسبه للربطات نتاع الاولاد اللي ما تحبش دير حاجه شارجي ولا ما تحبش ديرهم يعني بالدونتيل، ديرهم سامبل. راح نوريكم يعني طريقه واحده اخرى اللي راح يكونوا فيها ربطات سامبل، وكذلك يعني ما فيهمش خدمه ثاني بزاف، فقط يعني نفس الطريقه تستعملوا بها يعني حاشيه اللي تكون بيضة باش توالم يعني الموديل اللي راه عندكم ولا التصميم اللي راه عندكم بالطريقه هذه. يعني كيما هكذا راح تلصقوه، وراح تجيبوا كذلك يعني بعد الحاشيه اللي تطوها كذلك على 2 وتلصقوها بالطريقه هذه. وكذلك يعني تزيدوا هذاك لي زيستخاس وراح تتحصلوا على ربطه بهذه الطريقه. اذا حبيتوا يعني طريقه بالتفصيل تقدروا تخليوا لي في التعليقات، راح ندير لكم فيديو خفيف ظريف نوريكم كيفاش تخدموها. وهكذا راح يكونوا الربطات نتاعنا جاهزين. ان شاء الله ينالوا الاعجاب نتاعكم، والفيديو تاعنا اليوم كذلك ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا الاشياء اللي تفيدكم. وما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها.